السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله معانا حضراتكم لوحتين تحكم 3 مرحله، خارج معاهم 2 خلايا تبريد متر في متر سمك 15 سم، و2 شفاط 60 في 60. الاوردر حضراتكم استلام من المؤسسه ان شاء الله. معانا حضراتكم لوحتين تحكم، كل لوحه 3 مرحله، راكب عليها ترموستات فوكس كوري 2001 دي لتشغيل دفايه وشفاط وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على الشفاط للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. الشفاط حضراتكم بياخد الامرين اوتوماتيك. الامر الاول من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره تنخفض معانا درجات الحراره، يقلب معانا تايمر تاني اوتوماتيك، وتايمر تاني حضراتكم لخلايا التبريد، ولمبه لقراءه الفولت، ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في حاله اي مشكله. بنشوف حضراتكم التقفيل من الداخل زي ما نوهنا في فيديوهات كتير، اعلى تامين بالنسبه للوحات التحكم. زي ما واضح امام حضراتكم السلوك بتكون متوصله بكوندكتور بالترامل عشان السلك ما يسيبش من مكانه، كل السلوك معزوله تماما كويس جدا. هنا معانا حضراتكم ريلي فاصل مرحله التبريد ما بين الشفاط وخلايا التبريد. كوندكتور الدفايه 22 امبير متوصل بسلك سويدي اصلي 4 مللي، ودايره الكهرباء حضراتكم بالكامل 4 مللي، وكوندكتور 12 امبير للشفاط، وكوندكتور 12 امبير لخلايا التبريد سلك 2 مللي، متوصلين كلهم حضراتكم بالكامل على المفتاح 40 امبير هونداي كوري. زي ما وضح امام حضراتكم طريقه التوصيل، اول حاجه من على اليمين الدفايه، بعد كده الشفاط، بعد كده خلايا التبريد، واخر حاجه معانا دخول الكهرباء العمومي، ومعانا السلك الحساس الكوري الاستانلس اللي بيكون دقيق جدا في قرايه درجات الحراره. دول لوحه التحكم 3 مرحله، ولوحه برضه حضراتكم 3 مرحله. اللوحتين حضراتكم يعني خارجين الاثنين اصدقاء هيبداوا في مشروع تربيه الدواجن ان شاء الله. كل لوحه خارج معاها خلايا تبريد متر في متر سمك 15، وكل خلايا تبريد خارج معاها غاطس تربو ال 100 واط، وخارج الماسوره اللي بتكون متخرمه بالكوع وبالطبه، وكل خليه تبريد بيكون معاها صلي على محمد معاها 2 كمان حامل لتثبيت خلايا التبريد، وكل خليه برضو خارج معاها شفاط 60 في 60 بمفتاح السرعات اللي هيركب على الشفاط. مفتاح السرعات حضراتكم عليه ضمان مدى الحياه، عيوب صناعه او سوء استخدام، حصل اي حاجه للمفتاح بيتم استبداله مفيش اي مشكله. ده الاوردر حقكم بالكامل ان شاء الله استلام من المؤسسه. الاثنين لوحه 3 مرحله مع 2 خلايا تبريد و2 شفاط 60 في 60. الاثنين اصدقاء يبداوا في مشروع تربيه الدواجن ان شاء الله. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن، كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. يوجد بفضل الله تعالى جميع مستلزمات عنابر الدواجن، الترمومترات، خطوط النبل، ادراك السبله، السقايات، العلافات، الشبك، الارضيات، جميع مقاسات خلايا التبريد، العلافات الصاج 2 متر المجالفن، وش البطاريه 2 متر 2 باب، وجميع مقاسات الشفاطات الالماني والاتحاد الاوروبي. يوجد شحن لجميع المحافظات، وعنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه العجاله مدينه نصر القاهره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.